بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه يا حضار. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم وصفة الزمن الجميل، وصفة اللي تربينا عليها وكبرنا عليها وبالك بزاف منكم اللي نساوها، يعني كي يشوفوها دوكا راح يتفكروها. وصفة زرودية مشرملة. يعني انا كنت درتها، انا هذه هي الطريقه تاعي تاع زروديه مشرمله. كاين بزاف طرق، كاين اللي يديروها غير صوتي هكايا، غير يديروها غير في الدرسه غير هكاك يدوها ويجيبوها ويحطها يحطوها كمقبله في وسط الطابله. انا نحب زروديه مشرمله تاعي نحبها فيها شويه لاصوص، راح ناكلوها يعني هي وجبه كامله، مش راح نديروها كمقبله. نبداو بسم الله على بركه الله. في الوسطى انا جبت حبه توم كاملة، يعني حوالي 6 7 سنينات. كنت هرستها في المهرز. عندي زرودية هنايا مغلية، كنت غليت كيلو تاع زرودية، حوالي كيلو هكاك. غليت وشللتها، نقيتها مليح وشللتها مليح وغليتها، خاطش هذاك الماء نسحقوه منه 2 كيسان هكاك. وقطعتها كدوائر. الإضافة اللي راح نزيدها أنا من عندي الزيتون، دي نوايوتي. نعرفوا بلي زروديه تمشي، الزيتون يتماشى بزاف مع زروديه، سي بوغ سا اللي حبيت نزيد له زروديه اليوم. عندي الكرويه والفلفل عكري برك، يعني هذا شرموله تاع زروديه ما فيها لا فلفل كحل راس الحانوت والو، الكرويه والعكري فقط. وعندي مغرف تاع خل، مغرفه صغيره تاع طماطم مصبره. هنايا جبت حوالي فنجان تاع زيت سخن مليح. درت هذاك الثوم تاعي اللي كنت درستها في المهراز، زدتها في الزيت هذاك السخون في المقله، ودرت عليه هذيك الزروديه اللي قلت لكم مغليه 100%، يعني نغلوها مليح مليح، نقوها نكرطوها كامل ونقطعوها دوائر. ندير عليها شويه تاع كرويه وقس مغرف صغيره تاع عكري. الملح انا ما درتش، خاطرش الثوم راني درستو بالملح باش ما تجينيش مالحه، وفيها الزيتون تانيك باش ما تجينيش مالحه. درت عليه هذاك الزيتون اللي كنت شمختو واحد 2 سوايع، وانا نشمخو في الماء، بدلتلو الماء 2 خطرات 3 وانا نبدلو في الماء. نديرها تتقلى. شوفوا هنا قليتها مليح مليح، درتها تتقلى. كي خلاص نشفت كامل، حسيتها شغل راح تبدا تلصق. انا شلت المهراز هذاك، دائما نشلو المهراز، دائما نشلو هذاك المهراز تاعنا تكون فيه هذيك النكهه تاع الثوم هذيك بنينه هذيك. كون درت له شويه من هذاك الماء اللي نغلي فيه الزروديه، شللته وزدت له هذاك الكاس هنا. حسيتها كشغل مخصوصه شويه، زدت جبت لها الكاس الاخر، زدت كاس كامل الاخر هكا ضربه واحده. وهذاك الماء تاع المهرس كنت درت فيه مغرف صغيره تاع طماطم مصبره، هذه اللي نسيت ما قلتها لكمش. ذوبتها مليح الطوماطيش في هذاك الماء، حلتها مليح ودرتها على هذاك الزروديه. وهنا كنت كي طيب، كي تعقد يعني لاصوص نتوما تتحكموا فيها، تحبوا تنشفوها بزاف، يعني كاين بزاف اللي ينشفوها بزاف تنشف، يعني يديروا لها كميه صغيره تاع ماء يخلوها تقلى تنشف بزاف يحطوها كمقبله. هذيك انا نديرها في رمضان ولا هكايا مره على مره نشهها، نديرها صوتي. هذيك ماشي زروديه مشربله، هذيك زروديه صوتي، نديروها صوتي ونحطوها فوق الطابله مع دوزيام مع اي شريبه ولا جواز ولا اي ماكله واحده اخرى، يعني كمقبله. بصح الزروديه مشرمله تاع الصح تجي فيها شويه لاصوص باش تنتكل هكا بالخبز. وانا كنت درت معاها خبز الطاجين، يعني المطلوع اللي ما نقدرش نستغنى عليه. انا عندي بزاف ما درتوش خاطر السخانه كانت بزاف، وانا كوزينتي سخونه بزاف بزاف. يعني دوكا كي بدات البروده، دوكا نبداو في المطلوع. انا كنت كي ندير هكا مواكل هكا تاع مراقي، نحب هكا نحبهم بالمطلوع. ان شاء الله راهو بزاف اللي راهم طلبوا مني الوصفه تاع المطلوع تاعي. ان شاء الله هذا اليامات راح ندير لكم فيديو تاع خبز تاع الطاجين، ومن بعد ندير لكم خبز تاع الكوشه. ان شاء الله ندير لكم خبز بونارين ان شاء الله عن قريب. خبز بونارين تانيك بزاف اللي كاين، بزاف اللي ما يعرفوهش وكاين اللي يعرفوه. هذه انا خبز الطاجين تاعي لازم في الطاجين تاع الطين. نحب الطاجين تاع الطين، عندي تحديد بصح والله ما نحب نطيب فيه، انا غير كي تتحتم كي يتكسروا. نعرفوا الطواجين يتكسرونا بزاف ونطيحوا اون بان نبقاو يامات بلا طاجين. كي تتحتم عليا نروح نطيب فيه، بصح انا في الصح نشري طاجين، ما نقدرش نصبر بلا طاجين.
شوفوا الخبز تاعي كيفاش يجي، شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيفاش تنفخت. أنا كي ندير دوارة ولا بوزلوف ولا لوبيا هكايا لازم ندير معاها خبز طاجين، نستمتع بالجو تاعهم بالخبز الطاجين بالمطلوع يعني بدون منازع. ما نعرف إلا نتوما كيما أنا ولا لا. وهذه هي عفوا بطاطا. هذه هي زرودية المشرملة تاعي، شوفوا الله يبارك. أنا كون درت لها الزيتون باش يزيد لها في البنة، يعني هي ماشي ضروري، أنا مالفا ما نديرلهاش الزيتون كي ما يكونش عندي. اليوم كي كان عندي قلت والله غير درتو، نعرفوا باللي زرودية تماشى بزاف مع الزيتون، الزرودية تحب الزيتون والزيتون يحب الزرودية. ودرت لها هذاك الراس تاع الحار، كي مرقتها درت لها هذاك الراس تاع الحار باش يطيب معاها يعطي لها بنة. اللي ما عندوش دراري صغار ويحبوا الحار يديروا مع داك الثوم اللي درسوه يديروا معاه راس تاع فلفل قناوه هذاك الحميمر يدرسوه معاه راح يزيد بنه على بنه. وهذه هي، شوفوا انا كيفاش حبيت نخليها شويه بلا صوص، خاطش انا كيما قلت لكم ما حطيتهاش كمقبله، هنايا حطيتها كوجبه، يعني راح نفطروا بها. انا حطيتها للفطور حنفطروا بها، سي بوغ سا اللي حبيتها هكايا بلا صوص، ماشي ناشفه 100%، هذيك اللي نشفوها اللي نحطوها كمقبله، يعني كما نقولوا حنايا القيمات. وها هو الخبز تاعي، شوفوا كيفاش جا، يعني شوفوا كيفاش الداخل كيفاش جاي فارغ. يعني راح نعطيكم لي زاستوس كامل ونعطيكم كامل الاسرار تاوعي باش خبز بزاف اللي يقولوا لي خبزك على يجي هكا. راح نعطيكم كامل الاسرار ان شاء الله في الفيديوهات اللي راهم جايين ان شاء الله. دوكا برد الحال ما قدرتش ندير لكم فيديو تاع الخبز على اجل السخانه اللي كنا في الصيف سخانه بزاف، وانا كوزينتي سخونه بزاف، يعني سي بوغ سا لي ما درتش الخبز. بصح دوكا منه هكا رانا جايين في الشتا ما عندي حتى عذر، يعني تطلبوا مني الخبز وما نديروش تزحفوا مني، انا قلت لكم. وانا نورمالمون ندير لها رشه تاع معدنوس من الفوقه ولا قزبر، يعني كاين ندير لها قزبر كاين ندير لها معدنوس، انا نحب ندير لها القزبر. ما صدتش ما عنديش وبعثت للحانوت كان مغلوق يعني ما شريتش. نتوما ديروا لها رشه تاع قزبر من الفوق ولا معدنوس كل واحد واش يفضل. وكي تطفوا عليها مغرفه تاع الخل اللي ما كنتش صورتها، كي نطفوا عليها دائما نخلخلوها شرموله صافي خل، نديروا مغرفه ولا زوج مغارف تاع خل ورشه تاع كرويه، يعني انا وريت لكم باللي لازم نديروا لها مغرفه تاع الخل. هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش بالجيم بالكومونتير، واللي مش مشترك يدير لي اشتراك. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.